ليه كل واحد لما بتحصل حاجة في مصر، سواء فضيحة أو أي حاجة، كله يحب يطلع يتصور مع الناس ويجيب لك الناس؟ وكلنا بقينا نحب الفضايح، وكلنا بقينا ما بنحترمش الميت. يعني المرحوم إبراهيم شيكة، بدل ما ندعي له بالرحمة نطلع نتصور مع زوجته، نتصور مع والدته عشان نشهر الفضايح للناس. يعني احنا المفروض ناس مسلمين، يعني كل واحد بيطلع يستضيف زوجة ابراهيم شيكة او والدته. ليه؟ ليه وصلنا لحد كده؟ حنف السيد شوية، ريهام السعيد شوية، وبقينا نعشق الفضايح. لا بنحترم الميت، وما بنحترمش ان احنا في يوم من الايام هنموت زي كده. وبدل ما ندعي للميت بالرحمة نفضح الدنيا وفضحنا الدنيا. ليه؟ ليه؟ هو يعني لازم يا جدعان نحترم الميت، وبلاش من الفضايح دي. وكل واحد يطلع يتصور مع زوجة ابراهيم شيكة او مع والدته، بلاش من الفضايح دي. مش كل واحد عاوز يطلع ترند ما بيصدق يلاقي اي حاجة تحصل في مصر وكل الناس بتزيط في الزيطة. والسلام عليكم.